قبل أن يتواجد البشر على سطح هذا الكوكب حدثت أحداث مروعة للدرجة التي لا تستوعب عقولنا. والانمي اللي معانا النهارده واحد من اجمد وامتع مسلسلات الانمي اللي ممكن تشوفها في حياتك. فيا ترى احداثه مخبيه لنا ايه؟ ويا ترى مين هم الخطايا السبعه اللي قتلوا الفارس المقدس ومحدش قدر عليهم ابدا؟ ده اللي هنعرفه النهارده في الجزء الاول من الموسم الاول لمسلسلنا. يلا بينا يا صديقي نشوف ايه اللي هيحصل. الاحداث بتبدا في بلد الكاينز من 10 سنين، وبنشوف عدد كبير جدا من فرسان البلد مقتولين. وفي الوقت اللي واحد من الفرسان الصغيرين كان ماشي اتقابل مع فارس عجوز، وعلشان الفارس الصغير يستغل خبرته سالوا عن الخطايا السبعه. ولاحظنا وقتها قد ايه الفارس العجوز قلق جدا من الكلام ده، وقال ان الخطايا السبعه دول مجموعه من الفرسان محدش حرفيا يقدر عليهم، وكل المعارك اللي خدوها انتصروا فيها. بيمر 10 سنين على الكلام ده، وبننتقل بالاحداث لحانه صغيره بنعرف ان صاحبها لسه طفل صغير. وفي الحاله بنسمع الزباين وهم بيتكلموا عن الخطايا السبعه وعن المعركه اللي انتصروا فيها على فرسان المقدسين وقتلوا قائد ميلوداس. وفجاه بيوصل راجل مفزوع للحانه وبيقول لهم انه شاف بعينه واحد من فرسان الخطايا السبعه، لكن كل اللي في الحانه مش بيصدقوه وبيعتقدوا انه مجرد واحد مجنون وعنده تهيؤات. بس فعلا بعد وقت قليل جدا بيوصل الفارس اللي بيرعب كل زباين الحانه وبيخليهم يجروا مفزوعين، لكن صاحب الحانه بيفضل واقف مكانه وبنلاحظ ان معاه خنزير بيتكلم، وبنعرف ان الخنزير ده صديقي اسمه هوك. وفي الوقت اللي صاحب الحانه كان مرعوب من الفارس بتاع الخطايا السبعه، فجاه الفارس بيقع قدامه علشان صاحب الحانه يتفاجئ بعدها انها بنت، لكنها كانت متغطيه تحت الدرع اللي لابساه. وبعد ما بتفوق صاحب الحانه بيقدم لها اكل وبيتكلم معاها وبيسألها عن السبب اللي خلاها تتنكر في الشكل ده وتيجي القريه وتخاطب بنفسها. ووقتها البنت دي قالت له انها بتدور على فرسان الخطايا السبعه، ودي حاجه بتفاجئ صاحب الحانه اللي بيفضل يقولها انهم فرسان اشرار جدا، لكن البنت فكرتها عنهم كانت عكس كده تماما. ورغم ان كلامها بيبان غريب، لكن صاحب الحانه ما كانش قادر يعمل حاجه غير انه يصدقها على الاقل لحد ما يتاكد من كلامها بنفسه. وفجاه سمع صوت خبط جامد على الباب وعرف انهم الفرسان المقدسين اللي وصلهم خبر ان في واحد من فرسان الخطايا السبعه موجود في الحانه، وعلشان كده كانوا عاوزين يقبضوا عليه. ورغم ان صاحب الحانه حاول يخدعهم وخرج لهم هوك يمثل انه الفارس، بس طبعا دي كانت حاجه باينه جدا، وعلشان كده فرسان اتنرفزوا اكتر. وفي نفس الوقت ده صاحب الحانه قدر يهرب البنت اللي عنده من الباب الخلفي، لكن للاسف الفرسان شافوها وفضلوا يطاردوها بسرعه. وهنا بقى بيجي دور هوك اللي كان شجاع جدا وقدر يضرب اكتر من واحد منهم ويوقعهم من ارتفاعات عاليه. ولما الدنيا بتهدى شويه البنت بتلاقي فرصه علشان تفهم صاحب الحانه الموضوع كله، وبتعرف ان الفرسان المقدسين دول اكتر ناس مخادعين جوه المملكه، وهم سبب تعاسه الشعب ومصدر الاشاعات اللي بتطلع عن فرسان الخطايا السبعه. وفجاه بيتحور وصول واحد من الفرسان المقدسين لمكان، ورغم انها كانت عاوزه تهرب منه لكنها حست ان دي مخاطره كبيره وعلشان كده قررت تستسلم. لكن بمجرد ما بدات تمشي ناحيته الكل بيتفاجئ بان البنت دي هي الاميره اليزابيث ولايه عهد المملكه. بس المفاجاه الاكبر لما نعرف ان صاحب الحانه ده هو ميلوداس اللي كان قائد فرسان الخطايا السبعه ومش من الفرسان المقدسين ولا حاجه، وموضوع ان اتقتل ده كان مجرد اشاعه. وبنعرف يا صديقي ان ميلوداس في الاصل تنين، وعلشان كده بمجرد ما قائد الفرسان بدا يهجم على اليزابيث ميلوداس قدر يستخدم تعويذه خاصه بيه وهزمه. وبنرجع لقبل الاحداث دي بشهر علشان نشوف هجوم من الفرسان المقدسين على القصر الملكي، وعلشان كده الملك بيطلب من بنته اليزابيث انها تهرب وبينصحها تدور باقصى سرعتها على فرسان الخطايا السبعه لانهم الوحيدين اللي يقدروا ينقذوا المملكه. ومن وقتها اليزابيث بتدور في كل مكان عليهم لحد ما حظها كويس وداها لحد قائدهم اللي هي كانت فاكره اصلا من الفرسان المقدسين، وعلشان كده اليزابيث كانت متضايقه شويه، وده لان ميلوداس ما كانش واضح معاها من البدايه. بس بعد شويه ميلوداس حاول يوضح لها وجهه نظره وقرروا يخرجوا يتمشوا شويه. وفي الطريق شافوا مجموعه من الناس كانوا متجمعين قدام المصدر الوحيد للمياه العذبه في القريه، ولما قربوا اكتر عرفوا ان في تعويذه سحريه كانت موجوده في سيف، ولما السيف وقع جوه الميه حجز الميه عن انها تروي الزرع بتاع القريه. ودي طبعا حاجه رعبت السكان اللي اتاكدوا ان نهايتهم قربت بسبب ان زرعهم هيموت. ووقتها اليزابيث اعتقدت ان الفارس اللي ميلوداس هزمه هو اللي حط اللعنه دي في الميه، لكن ميلوداس اكد لها ان الفارس اللي هو هزمه واللي بنعرف اسمه تيوجو مستحيل يعمل كده، وده لانه اساسا مش من الفرسان المقدسين وبيحتل منزله اقل منهم. وفجاه بيظهر ولد صغير اسمه ميدو، ورغم ان سنه صغير بس كان شجاع جدا ومشاغب في نفس الوقت، وعلشان كده كان مصمم يحل المشكله الخاصه بالميه بتاعه القريه.
لكن ميلوداس كان عارف خطورة حاجة زي كده، وعلشان يهدي قرر ياخده عنده الحانة. وبعد ما قدم له الاكل لاحظ ان ميدو اتضايق جدا من طعمه، وكان واضح تماما ان ميلوداس موهوب في حاجات كتير جدا بس مش من ضمنها طبخ طبعا. وبعد ما ميلوداس بيدردش معاه شوية بيعرف ان ميدو هو السبب في كل اللي حصل للقرية، وده لانه في يوم حط الواحد من الفرسان المقدسين حشرة في المشروب بتاعه، ومن ساعتها والقرية دي مغضوب عليها. بنشوف بعد كده مجموعة من الجنود التابعين للفرسان المقدسين وهم عاملين يستهزئوا بالاهالي، وبيقولوا لهم ان السيف ده لو ما حدش قدر يطلعه قبل غروب الشمس هيضاعفوا الضرايب اللي على القرية. ورغم ان الموضوع كان صعب جدا على الكل، لكن ميلوداس قدر يستغل القدرة الخارقة اللي عنده وخرج السيف بمنتهى السهولة. وطبعا ميلوداس طول الوقت كان دايما متخفي تحت ستار انه يبان لكل طفل صغير، ودي حاجة طبعا ما كانتش بتخلي اي حد يشك فيه. بننتقل بقى بالاحداث مكان ما بيبعدش قوي عن قرية ميلوداس، وبنشوف فارس اسمه جاليساندر، وبعد ما بيعرف ان في طفل صغير قدر يسحب السيف بتاعه وخلى الميه ترجع للانهار اتضايق جدا، وسحب حربة سحرية رماها بكل قوته ناحية قرية ميلوداس. ورغم بعد المسافة لكن الحربة وصلت فعلا واصابت ميلوداس اللي كان قاعد مع اليزابيث، لكن الاصابة كانت بسيطة، وبمجرد ما مسك الحربة ردها بشكل اقوى على المكان اللي جت منه. وساعتها الحربة وصلت للقلعة اللي جاليساندر كان قاعد فيها واصابته بعد ما دمرت برج القلعة. وبعد اللي حصل ده جاليساندر اتاكد ان ميلوداس لسه عايش، وفي الوقت اللي جاليساندر كان مقرر فيه انه ينتقم من ميلوداس، وقتها ميلوداس ومعاه اليزابيث وهوك كانوا دخلوا غابة مسحورة، بس الغابة كانت مخيفة جدا. وفجأة بدأ يظهر له مجموعة كبيرة من الخنازير كان نسخة طب الأصل من هوك، لكن بمجرد ما ظهر ميلوداس عرف انهم بيتعرضوا لتعويذة سحرية، وعلشان كده فضل يضرب الخنازير. وبعدها ظهرت نسخ كتيرة جدا من اليزابيث، لكن ميلوداس قدر برضه يحدد اليزابيث الأصلية ويسيطر على الوضع. وفجأة ظهرت فريسة ضخمة جدا قررت انها تقتل ميلوداس، وده لانها ظنت انه من الفرسان المقدسين، لكن اليزابيث قدرت تقنعها ان اللي قدامها ده ميلوداس قائد فرسان الخطايا السبعة. بنعرف ان الفارسة دي اسمها ديان، وانها هي كمان من فرسان الخطايا السبعة. وبنلاحظ قد ايه فرحت جدا لما شافت ميلوداس، خصوصا لانها ظنت انه اتقتل. وبعدها قررت انها تشوهوك اللي فضل يستنجد بيه ميلوداس، خصوصا لان ديان كانت بدات تحط التوابل. ولاحظنا كمان قد ايه ديان بتحب ميلوداس جدا وبتغير عليه، وعلشان كده لما عرفت ان ميلوداس طول الفترة الأخيرة دي كان مع اليزابيث اتضايقت جدا، لكن ميلوداس قدر يهديها وفضل يقول لها ان اليزابيث في مهمة خطيرة جدا ودورها انها تنقذ المملكة من شر فرسان المقدسين. وفجأة بيقطع حوارهم ده وصول جاليساندر اللي كان ليه طار قديم مع فرسان الخطايا السبعة، وده لانهم قتلوا ابوه، واول واحد كان متورط في اللي حصل ده كان ميلوداس. وعلشان كده جاليساندر موجود هنا علشان ياخد حق ابوه. وبعد ما قدر يسلسل هوك واليزابيث وديانا بتعويذ سحريه، قرر ان المواجهه هتبقى بينه وبين ميلوداس بدون تدخل من اي حد، وفضل يفتكر كل التفاصيل المؤلمه لموت ابوه من حوالي 10 سنين. لما رجع القصر في يوم علشان يتفاجئ بيه غرقان في دمه، المعركه بدات فعلا وكانت عنيفه جدا، ولاحظنا قد ايه جاليساندر قوي بشكل ملحوظ. ورغم قوه ميلوداس لكن جاليساندر قدر يضربه ضربه قويه جدا وقعته على الارض غرقان في دمه، والكل وقتها اتاكد ان دي نهايه ميلوداس. واكتشفنا ان ميلوداس ما ماتش ولا حاجه، لكنه استغل الحوار اللي كان داير بينه وبين جاليساندر، ومن خلال الحوار ده قدر فعلا يعرف السجن اللي موجود فيه 2 من اهم فرسان الخطايا السبعه. وعلشان كده بعد ما وقع على الارض واتظاهر بانه ميت قام من مكانه، ودي حاجه ضايقت جاليساندر جدا، وعلشان كده قرر يكمل عليه. لكن ديان حست انها جابت اخرها ومسكت جاليساندر رميته باقصى قوتها بعيد عن المكان، وبكده يكونوا خلصوا منه. وبعدها ميلوداس قرر انهم يتحركوا بسرعه علشان ينقذوا باقي فرسان الخطايا السبعه. ورغم ان ميلوداس كان متظاهر بالقوه والثبات، بس في الحقيقه جروحه كانت خطيره، وعلشان كده اليزابيث لاحظت انه نزف كتير. ولما حاولت تطمن عليه ديان حس بالغيره وقالت لها انها تعالجه بمعرفتها، لكن ميلوداس قال لهم ان الموضوع مش محتاج علاج ولا حاجه، وكل الحكايه انه لو ارتاح شويه في اوضته هيبقى كويس. وبعد ما دخل الاوضه حست ان في حاجه مش مظبوطه في الموضوع، ولما دخلت تطمن عليه صدمتها كانت كبيره جدا، وشافت منظر خلاها متسمره في مكانها. وده لما لقت ميلوداس واقع على الارض غرقان في دمه. بنسيب المشهد ده وبننتقل بالاحداث السجن اللي بنعرف ان فرسان الخطايا السبعه موجودين فيه. وبعد ما الحراس عرفوا باحتماليه وصول ميلوداس علشان ينقذ اصدقائه، القائده بتاعتهم اتكلمت معاهم وطلبت منهم يكونوا في منتهى الحذر واليقظه. وفي نفس الوقت ده ديان عرفت باللي حصل لميلوداس، وعلشان كده انطلقت باكثر سرعتها تدور على دكتور يعالجه، لكن كل اللي شافوها حسوا بظهر حقيقي بسبب حجمها العملاق. وعلشان كده اضطرت انها تسيب اليزابيث تتعامل. وبعد ما اليزابيث الدكتور طلب منه يعالج ميلوداس في اسرع وقت، وخلال وقت العلاج ديان استغلت الفرصه وبدات تحكي لاليزابيث السبب اللي مخليها تحب ميلوداس بالشكل ده، وعرفت انها كانت دايما عرضه للتنمر من الكل بسبب حجمها الضخم. وفي يوم مجموعه من البشر فضلوا يضايقوها، ولما قررت تعاقبهم ميلوداس وصل وكان مهتم جدا بمشاعرها لدرجه انه قرر يعاقب البشر دول بنفسه، بس هما بيتكلموا اتفاجئوا بغيمه سوداء جايه من بعيد.
ورغم انهم في البدايه اعتقدوا ان دي ممكن يكون علامه على الشتاء، لكنهم اتفاجئ صديقي ان دي كميه ضخمه جدا من الحشرات، وبمجرد ما الحشرات وصلت كلهم اتاكدوا انها مش حشرات عاديه وانها من نوع سحري وسام جدا. ورغم ان المنظر كان مخيف جدا بالنسبه للكل، لكن ديان كانت في منتهى الشجاعه وطلبت من اليزابيث وهوكي يخلوا بالهم من ميلوداس، ووعدتهم انها هتقضي على الحشرات كلها. ولان الموضوع بيبان صعب جدا فاليزابيث كانت خايفه عليها، ولاحظت ان العلاقه بينهم اتحسنت مع الوقت، لكن ديان كانت مصممه تسيبهم وتنطلق باقصى سرعه، وده لانها واثقه ان الحشرات دي لو فضلت موجوده وقت طويل هتاذي الكل. وعلشان كده اليزابيث بتدخل الاوضه بتاعه الدكتور علشان تطمن على ميلوداس اللي كان نايم بهدوء غريب، للدرجه اللي لفتت نظر هوك وخلته يقول ان ميلوداس نايم شبه الميتين. الكلمه كانت مفزعه جدا بالنسبه لإليزابيث، وعلشان كده اتضايقت جدا، لكن الدكتور فجر المفاجاه وعرفهم ان ميلوداس مات فعلا. ورغم ان إليزابيث كانت مش قادره تتمالك نفسها من الصدمه واعتقدت ان ده حصل بدون تدخل من الدكتور، لكنه فجاه واتكلم بنبره شريره وعرف انه عمل خلطه من الاعشاب قضت على ميلوداس. وفجاه إليزابيث سمعت صوت ما كانتش قادره تحدد مصدره لحد ما ظهر فارس بنعرف ان اسمه جيولوجيوس، زي ما بنعرف كمان انه من الفرسان المقدسين. جيولوجيوس بيتكلم على إليزابيث وبيقول لها احنا دلوقتي خلاص اخذنا حقنا وخلصنا على كاد فرسان الخطايا السبعه. وساعتها الافكار كانت متداخله وكل حاجه كانت مشوشه في عقل إليزابيث اللي حست انها فقدت القدره على النطق وما كانتش عارفه تتصرف ازاي. وبنشوف بعد كده واحد من فرسان الخطايا السبعه بنعرف ان اسمه بان، ورغم انه كان موجود في الحبس الانفرادي لوحده من اصعب السجون، لكنه قدر يكسر باب الزنزانه بضربه واحده من رجله. وبعدها قائد الحراس قررت تمنعه من الهروب وبدات فعلا تهجم عليه هجوم عنيف جدا باسلحتها، لكن بان رفض يضربها وقرر انه يستخدم الاسلحه دي في حلقات شعره، وفعلا عن طريق تفادي للضربات قدر يحلق. بنرجع مره تانية علشان نشوف جيولوجيوس وهو بيحاول ياخد السيف الخارق الخاص بميلوداس، لكن كان واضح جدا قد ايه السيف مرتبط بصاحبه. بس بصعوبه جيولوجيوس قدر ياخد السيف، لكنه اتفاجئ بحاجه خلته في قمه الرعب، وده لما لقى ميلوداس شخصيا واقف قدامه. ورغم ان جيولوجيوس حاول يبان ثابت، لكن الرعب كان في عينيه، وخصوصا لما ميلوداس فقد اعصابه لاول مره، وكان متضايق جدا للدرجه اللي رعبت كل اللي حواليه بما فيهم إليزابيث نفسها. وبعد انتهاء الموقف ده بدأت إليزابيث تتكلم مع ميلوداس وعرفته ان ديان بعد ما قضت على الحشرات اتحركت تاني ناحيه السجن اللي فيه فرسان الخطايا السبعه علشان تحررهم. اما عن جيولوجيوس فميلوداس اتكلم معاه وطلب منه يعرفه بخطه الفرسان المقدسين كلها، لكن جيولوجيوس وقتها اتظاهر بانه هيستسلم، لكنه في الحقيقه بعد ما رفع ايديه رمى الاسلحه الخفيه بتاعته اتجاه ميلوداس اللي شافها في لمح البصر وقدر يصدها ببراعه. بيظهر بعد الدكتور اللي سمي ميلوداس وبنعرف انه عمل كده مضطر لان جيولوجيوس كان واخد بنته رهينه ومهدده بانه هيقتلها لو ما عملش كده. وعلشان كده الدكتور اتكلم مع جيولوجيوس وقال له ان نفذ المهمه مطلوبه منه وطلب منه يرجع له بنته، لكن جيولوجيوس اللي كان سلاحه الاساسي هو التخفي قدر يقف ورا الدكتور وطعنه طعنه قويه جدا في ظهره خلته يقع على الارض سايح في دمه. ورغم ان إليزابيث حاولت تتدخل وتنقذه، لكن جيولوجيوس بدا في مطارده شرسه جدا مع إليزابيث وهوكو ميلوداس وقدر يستدرجه ونصب له فخ كان كفيل وقع من ارتفاع عالي جدا. وبعدها ميلوداس قدر انه يصيب جيولوجيوس اصابات خطيره خلته مضطر يتخفى ويركب الحصان ويهرب من المكان باقصى سرعته. وبعد اللي حصل ده جيولوجيوس بلغ قائد الفرسان المقدسين بكل حاجه حصلت، ولاحظنا وقتها قد ايه القائد اتضايق جدا لان قوه ميلوداس بتزيد يوم عن يوم. وبعد ما ميلوداس مشي شويه مع إليزابيث وهوك اتفاجئوا لما شافوا ديان واقفه قدامهم، ولما سالوها عن اللي عملته في السجن اتفاجئوا لان ديان من غير اي مقدمات بدات تهجم عليهم. ووقتها ميلوداس شك انها تحت تاثير سحر واحد من الفرسان المقدسين، والشك ده تحول ليقين لما حسب هاله سحريه اثرت عليه هو شخصيا. بس المشكله ان السيطره على ديان بحجمها الضخم كان صعب جدا، وعلشان كده فضلت تطارده من وقت طويل، ودي حاجه اصابت إليزابيث بالرعب. بنرجع مره تانية علشان نشوف بان اللي قدر يقضي على كل الحراس وكمان على القائده بتاعتهم، لكن قبل ما يخرج اتفاجئ باشرس حارس في السجن. ورغم ان الحارس قدر يطعن بان طعنه قويه جدا، لكن بان ابتسم له وقال له طعنه زي دي مش قادره تهزه حتى وتحركه من مكانه. بنرجع مره تانية عشان نكتشف ان المعركه لسه دايره بين ميلوداس وديان، وللاسف كل دول كانوا تحت تاثير السحر بتاع قائد الفرسان المقدسين. ولان إليزابيث لاحظت ده كانت بتحاول تنادي عليهم وفعلا كانوا بيفوقوا شويه، لكن بمجرد ما تاثير السحر بيرجع بيبداوا يتقاتلوا من جديد. وعلشان امر يزداد صعوبه بتوصل واحده من الفرسان المقدسين بنعرف انها مسؤوله عن الحشرات، وفعلا بتقدر تنشر كميه كبيره جدا من الحشرات السامه اللي قدرت تحاصر طفل صغير موجود هناك. وعلشان كده بنشوف موقف شجاع جدا من إليزابيث اللي اتقدمت بمنتهى التضحيه وانقذت الولد الصغير وتحملت لدغات كتيره. بس هنا كانت المفاجاه لما الولد الصغير ده تحول فجاه لقائد الفرسان المقدسين اللي بدا يستهزئ بإليزابيث وقال لها مش دايما ان التضحيه بتكون مطلوبه، وبعدها ضربها ضربه قويه جدا. وفي اللحظه دي ميلوداس فهم انه لازم يوقف قتال ضد ديان، وفعلا قدر ياخد الجرس
اللي كان مع قائد الفرسان المقدسين، واللي بنعرف انه مسؤول عن التأثير السحري. بتبدأ معركة في منتهى الشراسة بعد كده بين قائد الفرسان المقدسين ضد قائد فرسان الخطايا السبعة، واللي هو ميلوداس طبعا. ورغم قوة قائد الفرسان المقدسين، لكن ميلوداس كان بيضربه بكل قوته، وخصوصا بعد ما ضرب إليزابيث قدامه، وفي النهاية قدر يخلص عليه. وبالنسبة لبان فقدر يخلص على أشرس حراس السجن وهرب من المكان. وبنرجع مرة تانية يا صديقي علشان نشوف ديان اللي رجعت لوعيها، وقدرت كمان تخلص على قائد الحشرات كلها والقائدة بتاعتهم. أما على إليزابيث فبالرغم من إصابتها الكتير لكنها قررت ما تتعالجش وتكمل الطريق بسرعة مع ميلوداس وديان علشان يقدروا يحرروا باقي الفرسان. لكن قبل أي حاجة قرروا إنهم يطمنوا على بنت الدكتور اللي كانت متاخدة رهينة عند فرسان المقدسين، وفعلا قدروا يعرفوا مكانها هي وبان. بس بمجرد ما دخلوا المكان جيولوجيوس وصل وقدر يعمل تعويذة على المكان، بنعرف انها تعويذة حبس ابدي ومستحيل اي حد يقدر يخرج منها. وفي الوقت اللي بنت الدكتور كانت نايمة فيه اتفاجئت بديان العملاقة وهي بتاخدها وبتحطها في شنطتها، ودي حاجة خوفت البنت لدرجة انها فقدت وعيها. والمفاجأة الحلوة اللي فرحت الكل هي ان الدكتور لسه عايش، بس الغريب هو انه ما كانش يعرف هو ازاي لسه على قيد الحياة لحد دلوقتي. اما عم ميلوداس وبان فبعد ما بيتقابلوا بيفضلوا يهزروا مع بعض بشكل عنيف جدا للدرجة اللي خلته يقدر يدمر تعويذة جيولوجيوس ويحطم المكان كله. إليزابيث اتعالجت وحالتها الصحية بقت افضل بكتير، وكانت طايرة من الفرحة لما عرفت ان الدكتور بخير واتقابل مع بنته. وبالمناسبة دي الدكتور قرر يعزم إليزابيث وميلوداس وديان، ورغم انهم كانوا بيقضوا وقت جميل لكن الدكتور بمجرد ما بص للسما وشاف الشهب بتتقاطع حس بالخوف وافتكر ان ده دايما بيكون انذار لحاجة خطيرة هتحصل قريب. فيا ترى ايه مصير ابطالنا ومين في النهاية اللي هيكون منتصر في معركة الفرسان المقدسين وفرسان الخطايا السبعة؟ ده اللي هنعرفه قريب جدا في الجزء الثاني. ولو ما اتفرجتش على الفيديوهات اللي فاتت اتأكد انك فايتك كتير. نشوفكم قريب، دمتم سالمين، سلام.